السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. احنا في الشتاء اكيد عايزين حاجة تدفينا وتبقى طعمها لذيذ وجميلة والكل يحبها، كبار وصغار. بصراحة دي بقى حاجة زي ما بيقولوا ايه بقى، فاخر من الاخر. يلا بينا نشوف عملناها ازاي الحاجة التحفة دي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا هقولك المقادير اللي انا عملتها وانتي بقى تزودي زي ما انتي عايزه. اول حاجه جبت نص كيلو لبن وحطيته على النار يغلي. دي بليله كنت عاملاها قبل كده وكنت حطاها في الفريزر، زي ما انتم شايفين لسه مجمده اهي زي ما انتم شايفين كده. ده كان ربع كيلو قمح عملته بليله، وكنت عامله نص كيلو اخدت نصه وخليت نصه اللي هو يبقى ربع كيلو. تمام. كنت حاطاه في الفريزر طلعته. حطيته على طول كده شطفته اول ما تطلعيه من الديب فريزر او اي حاجه تطلعها في الديب فريزر. وتستخدميها اشطفيها الاول تحت الحنفيه. وبعد كده اللبن غلي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هبتدي دلوقتي احط البليله المجمده دي. طبعا انتي لو ما عندكيش بليله في الديب فريزر تجيبي ربع كيلو قمح وتعمليه بليله. دي عاشوره، بس العاشوره مش لازم وقت معين ناكلها، ده في اي وقت ممكن ناكلها. زي ما انتم شايفين اللبن ابتدى يغلي اهو ما شاء الله. انتي طبعا ممكن تزودي، ممكن تعملي كيلو لبن وتعملي نص كيلو آم، قمح، او ربع كيلو زي ما انا عامله كده زي ما انتي عايزه. هنبتدي بقى اللبن بيغلي زي ما انت شايفه، هبتدي بقى اخد من اللبن كده واحط على البليله عشان تبتدي تفك. ما تنسيش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انت شايفه كده انا باخد من اللبن السخن واحط على البليله عادي جدا، مفيش اي حاجه. مفيش كام دقيقه كده وابتدت البليله زي ما انت شايفه تفك من التلج. دي طبعا البليله يعني مستويه، هي مش محتاجه ان هي تستوي. دي كوبايه سكر صغيره، انت ممكن تزودي السكر عادي مفيش اي مشكله. التحليه دي زي ما انت عايزه. آه، دول معلقتين كبار كريم شانتيه. بصراحه بقى يعني انا كنت عامله قبل كده البليلة باللبن. بصراحة لما ضفت الكريم شانتيه ادولها طعم حلو قوي قوي قوي. فانصحك يعني لو بتعمليها وعندك كريم شانتيه حطي معلقتين، بيخلوا الطعم روعة. لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة خالص، ما يهمكيش يعني، بس انا بقولك اضافة بتخلي الطعم يفرق بصراحة. دلوقتي جبت نص كوباية مية ومعلقتين كبار نشا. النشا ده عشان يربط البليلة باللبن او عاشورة يعني. هنقلب بقى النشا مع المية. بصوا بقى في المرحلة دي ابتدت البليلة تغلي كويس جدا مع اللبن. بضربها بالهاند بلندر، لو ما عندكيش هاند بلندر اضربيها في الخلاط مفيش اي مشكلة خالص. يا دوبك ضربتين كده بالهاند بلندر في حدود دقيقة كده. بيبقى خلاص الموضوع كله تمام. الموضوع سهل وبسيط، بس الطعم بصراحة بيفرق كتير جدا جدا. لما تاكلي بليلة كده بتبقى طعمها جميل، لكن لما بتعمليها بقى بالطريقة دي بتبقى اجمل واجمل كمان ما شاء الله. زي ما انت شايفة كده ضربتها بالهاند بلندر. طبعا انت لو مش بتحبيها مضروبة كده ممكن تخليها سليمة مفيش اي مشكلة خالص، وتكملي الطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي. بس بصراحة بتفرق، بتبقى اسهل، لان في اولاد ما بتعرفش تاكل البليلة عشان الحب بتاعها. في اطفال لكن ما بيعرفوش ياكلوها عشان الحب، لكن انت كده الكل بقى يقدر ياكلها، اطفال كبار صغار يعني كله يقدر ياكلها بالطريقة دي. بصراحة بتبقى جميلة وحلوة قوي قوي وهي دافية بقى. يعني مش لازم تستني لما تبرد، وهي دافية بتبقى تحفة. شايفة القوام عامل ازاي؟ انا عايزة القوام ده. مجرد ان انا حطيت معلقتين النشا بالمية ابتدت تربط على طول. دول كان فاضل حبة نشا كده في قلب الطبق، رحت حط عليهم معلقتين مية وضفتهم.
زي ما انت شايفة ابتدت تقلب بقى من كل حتة. لازم نخليها تقلب كويس جدا علشان لو فات طبق ولا حاجة ما يخسرش. زي ما انت شايفة ما شاء الله القوام بتاعها حلو قوي قوي. اهي ابتدت تقلب بقى اهي. لازم اقلبها كويس واطمن ان هي ابتدت تقلب من كل حتة علشان ابقى يعني واثقة ان الحاجة كويسة وما يجرالهاش اي حاجة. خلاص بقى عينت الحلة من على النار وجهزت الاطباق اللي انا هحط فيها العاشورة. هنبتدي بقى نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام، ونبتدي بقى نعبي الاطباق زي ما انت شايفة كده. طبعا ممكن يكون كاسات، لو عندك كاسات وحابة كده تفرحي الاطفال زي ما انت عايزة. اهو بقى نبتدي نعبي. وصفة سهلة وسريعة، بس بصراحة كل اللي دقها عجبته جدا. يعني مش لازم عشان هي اسمها عاشورة ما نعملهاش غير في ميعاد في ميعادها، بس لا، ده في اي وقت. وده وقته بصراحة. الشتا بتبقى عايزة حاجات كده مسكرة وجميلة وطعمها لذيذ. عبيت بقى كل الاطباق. ممكن تخليها زي ما هي كده، وممكن تحط لها بقى اي حاجة عندك، زبيب، جوز الهند، اي مكسرات عندك ممكن تضيفيها، هتبقى جميلة جدا. بس طبعا عشان انا كنت بصور بايد وبحط المكسرات في او الزبيب بايد، فكانت مش مظبوطة قوي. لكن انتي براحتك هتزوقيها براحتك، مفيش اي مشكلة. بس المهم ان هي في الاخر طعمها جميل ولذيذ وما قعدتش بصراحة يعني. وكل اللي دقها عجبته جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. في ناس بتحب بالمكسرات، وفي ناس ما بتحبهاش، بتحبها سادة زي ما هي كده. وفي ناس ما بتحبش برضو جوزة الهند، فكل واحد تبع طلبه. انت اعملي تبع اولادك ما بيحبوا ايه يعني. الموضوع سهل وبسيط وما خدش مننا وقت ولا اي حاجة. آه، انت ممكن تجيبي كيلو قمح وتعمليه مرة واحدة، تحطيه على النار مرة واحدة يسلق ويبقى بليلة، وبعد كده تعمليه اكياس وحطيه في الديب فريزر. وقت ما تحتاجي تطلعي الكيس هيبقى جميل جدا وسهل. اي وقت تكوني بقى بتفكري تعملي ايه حلو للاولاد او نفسكم في حاجة حلوة، تروحي مطلعه الكيس وتروحي عاملاه مع نص كيلو لبن. لو عاوزة تعملي كمية اكبر يبقى كيلو لبن زي ما انت عايزة. ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. شايفة الجمال؟ بألف هنا وشفا لكل اللي ياكل يا رب. ودايما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في أمان الله.